صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. حطوا لايك للفيديو وكومنتاتكم العسل اللي زيكم يا احلى متابعين في الدنيا. مساكم زي الهنا زي الفل زي السعد. النهارده بقى قلت لا، هدوم ابو محمد اكتريه الجلاليب بتاعته يقول لي يا زاهي الغساله اللي تحت دي ما بتنضفها. يا عم يهديك يرضيك الجو حر وانا مفرهده مانيش رايحه اغسل في الغساله النص. يقول لي يعني لا في الصيف لايحه ولا في الشتاء لايحه. قولي لي اعمل فيك ايه يا زاهي؟ ينفع كده يا ولاد؟ مهما اعمل كده عامل زي القطط بياكل وبينكر. قلت والله لازم انا راضيه، انا ليا بركه الا هو ده، هو اللي ليا والحته الجوانيه. الغساله فيها ما بتغسلش. ما بتغسلش. لو ربنا هيبقى مدها مع المغسلين قريب. تعمل لك كده الراقصه اللولبيه. فقال لي لا يا اختي انا هاخد انا جلاليب، وكان الراجل غضبان مني ولامم هدومه وماشي يطلع يغسلها على السطح. ينفع؟ والنبي ابدا ما ينفع. بيبقى زي داود موجوده في البيت وهو محمد يعترض على الغسيل بتاعي. نو 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 ابدا 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 ابدا. فقررت كده نقضي العصريه كده مع بعض ونشغل الغساله النص. ويا سلام بقى، يا سلام يا سلام يا سلام على الغساله البريد، لا كان يعلى عليه حاجه فيها شغل فاخر من الاخر. كانت الهدوم كده بتلاقيها بتوجه كده ولا اسمها ايه كده؟ المهم عدوا الكلمه دي كانت بتنور كده. المهم كان بيبقى مال الشغل، ما تستعملش الا ميه قليله مسحوق قليل وكانت زي الفل. كل مدى في تجديد وفيه تحديث. ايوه كده خليك معايا في الخط ده. بس الغساله دي حلوه. فقلت له والله العظيم ابدا ما زعلك ابدا يا خراشي. يا لهوي انا زعلك؟ هتبقى انت والناس كلها زعلانه مني يبقى حد فيهم راضي عليا. فقلت لا ما ينفعش ازعل الراجل. راضي عليك على فكل المقدمه دي ليه؟ عشان اعرفكم ان انا طالعه النهارده صابن على السطح. حطوا لايك للفيديو. والواد يوسف وابو محمد مش شاكلين مع بعض. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ متشاكلين مع بعض، واحد عاوز كيكه بالشوكولاته وواحد عاوز كيكه بالكريم شانتيه. يقولوا له اعمل ايه؟ فهنريحهم هما الاثنين، لا هزعل دي ولا هزعل. ما تقوليش هتعملي كيكه تايجر. لا مش عامله كيكه تايجرات. ماشي. تايجر كل وسيطر يا كده. لا هنشغل الغساله. عامله الغساله كده بتاعتنا تاخد الدور الابيض، لان الدور الابيض بلفه اكتر من مره. وشايفين الغسيل كميه غسيل بسم الله ما شاء الله الف لا باس عليها بجد يعني. فتعالوا يلا طولت عليكم المقدمه. انا حطيت هنا الاريال وحطيت الغسيل الابيض. عايزه تحط كلور في الغساله دي حطي، بس لو الافضل يكون كلور الالوان علشان احنا هنغسل بقيه الغسيل كله فيه. تمام كده؟ فاحنا هنحط الغساله اللي حطينا اصلا كده الغساله. هنصبر وهنشغل الغساله. وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه تاني. جو النهارده حر، كل سنه وانتم طيبين. الصبح هنفتح التكييف. درجه الحراره كام؟ والصبح 40. والله 40 والله. فالجو حر هنا تحت. نشغل التكييف بقى تبقى الدنيا تمام زي الفل. هنا الغساله بتشتغل. وتعالوا نجهز الكيكه على مدى يعني نشغل احنا الاثنين. يا بنتي يا لكاكه يا رب سترك وعطفك ورضاك. لازم نرضي رغبات كل الموجودين. وهنا الشيف زوزو بقى هنعمل ايه؟ لازم نرضي انا حد يرضيني ابدا. المهم انا ارضي كل اللي حواليا. والله العظيم. تعالوا بقى يا ولاد، انا عندي دقيق سبوتش من زمان عندي في البيت يعني. فانا اسهل حاجه عندي نص كيلو دقيق سبوتش. تعالى منه يا يوسف. تقعد تحيرني معاك ليه؟ ومعايا نص كوبايه ميه ومعايا محسن جل وبرده معايا بيكنج باودر لو احتاجنا. ومعايا هنا بيض. هعمل ايه بقى؟ هاخد 5 بيضات. ده انا هعمل بقى ايه الكيكه اللي هي البيضه عشان خاطر مين؟ ابو محمد. 5 بيضات. هروح للدكتور واجي الاقيكم لسه هنا. ما احنا مش هننزل، ده لسه قدام غسيلنا كتير. بس انا قلت اما اجهز دول بدل ما انا اقعد عطلانه بقى على مدار اللي في الغساله يخلص. وكون انا عملت دول تمام. انا كده حطيت 4. هذا كده ايه 5 اهي. تمام كده يا ولاد. هجيب معلقه بس يا رب الاقي معلقه. هحط المحسن الجل. الكيس اصلا جاي عليه دي زي ما انتم شايفينها كده. تمام كيس النص كيلو يعني. هحط هنا نص كوبايه ميه. هحط النص كيلو دقيق سبوتش. اللي دقيق السبوتش ده جاهز فيه السكر وفيه كل حاجه. تمام كده اهو. هاخد برده شويه من البيكنج باودر الصغيرين لان محسن الجل انا عندي من زمان عشان اضمن بس ان هي تبقى كويسه. خدت نص معلقه بس. تمام كده. من رمضان باين صح؟ من قبل رمضان كده. بسم الله. حطيتش الفانيليا؟ صح. ماليش ضوافر اصلا اشتغل. شويه برده من الفانيليا اهي. ريحه الفانيليا طلعت حلوه قوي. نبدا بقى نضرب كل ده مع بعض. الفيش يا يوسف مش محطوط. الفيش
نفضل بقى نضرب الخليط ده في بعضه كده لحد ما القوام بتاعنا يبقى هايش. بس عشان بس انا لازم الدنيا بتعفر معايا. في قلبي الخليط بتاع الكيكه زي ما انتم شايفين، جبت الصينيه الكبيره دي دهنتها شويه زيت وبطنتها بشويه دقيق. هنزل بقى بالخليط بتاع الكيكه بتاعتنا اهو. طبعا انا مولعه الفرن. بسم الله. لازم انا راضي الطرفين، راضي ابو محمد وراضي يوسف وراضي كل العيله، وانا بقى ايه اقعد اتفرج عليه. ناكل من الاتنين برضه، انا هسيبهم لو النبي اهو. طبعا الكيكه اللي هي بالشوكولاته نفس المقادير ونفس النظام بالظبط. هنحط 5 بيضات، نص كوبايه ميه، معلقه من محسن الجيلي اللي معانا، ونص معلقه من البيكنج باودر، وكمان هنحط ايه الفانيليا، وهنحط ده كله يا جماعه الخير ويتضرب زي ما انتم شايفين. هنا هنسوي الكيكه بقى اهو عشان تبقى كلها سوا واحد. الكيكه بتاعتي دي جهزت اهي ومولعه الفرن اهو. هنحطها فين؟ على الشبكه هنا ونسيبها ساعه الا ربع او زي ما تستوي. اصلا الفرن ده مش بالساعه. هعمل برضو نفس الكيكه اللي بالشوكولاته نفس القصه. هتعملوا على الفانيليا؟ هعمل لك واحده بالفانيليا زي ما انا عملتها، وهعمل واحده بالشوكولاته. مش هزعلك ولا ازعل يوسف ابدا، لازم انحش للاشكال ده. انا مش هعمل الكيكه بتاعت الشوكولاته دلوقتي الا لما الكيكه دي تخلص تطلع من الفرن. على في المرحله دي اروح للغسيل بتاعي. يلا بقى نروح بقى للغسيل بتاعنا. ما احنا هنعطل مش هنعطل والله. التخته فين يا ابو محمد؟ التخته اهي. عندك البتاع التخته محطوطه على الانبوبه. يومنا النهارده كده على السطح بطبيعتنا بحاجتنا الحلوه ان شاء الله. شوف بقى عشان اقول لك نمسح السطح تقول لي لا اهو روبة مكان. انت ما بتسمعش كلام، اقول لك زي هو بيسمع اهو. يسمع كلامي فين اهو؟ والله العظيم ما بيسمع كلام انا الا بطلع الروح. قلت له نمسح السطح الدنيا هتليط مكان. ما عادش ينفع نجيب عليه ميه. هو يعني ما جتش على المره دي والمره اللي فاتت يعني؟ لا كل مره. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنقعد نغيط؟ انا ما هاني موت وسيمي بقى التبييض دي. احنا كده هنتشكل مع بعض ومش هنتفق مع بعض احنا دلوقتي. الشكل احسن ما نحط عليه لا ميه. والله ما هنتفق ولا هعرف اروح انشر من تحت ربع كده. تلبسي احس الشبشب. ان هدومي مش نظيفه. انا بقول اهو بقى انت حره. هسيب هدومك واقوم نازل. انت اللي طلعتونا على السطح. طيب قلبي الكيكه بتاعت الفانيليا طلعت من الفرن اهي زي ما انتم شايفين اهي. وكمان حطيت الكيكه اللي بالشوكولاته نفس المقادير ونفس النظام بالظبط اهو. بس انا حطيت ديت في صينيه مستطيله ودي في صينيه ايه مدوره. هعمل ايه بقى؟ انا خلصت نص الغسيل، نبدا ننشر بقى على ما الكيكه بتاعتنا دي تبرد ونظبطها. حط لايك للفيديو يا قمر يا قمر انت وهي يا عسل. تحس ان الفيديو بتاع السطح يا حسام رايق وبيخلص بسرعه وتلاقيه حلو كده ما تعرفش ليه. احساس حلو كده عشان شايفه الخضره، شايفه الجمال الطبيعه. صح يا ابو محمد؟ صح هوا الطالب. كل حاجه. بقول له الفيديو اللي بيبقى على السطح ده بيبقى حلو وجميل، حتى الغسيل بيبقى نظيف كده ايه اهو وحياة ربنا. تحس ان الغسيل بيخلص بسرعه كده ما تعرفش ليه. ماذا تفعل يا بص بص. ضروري من الاجواء جميله وراهم الاجواء يا قلبي. وريحه الكيكه ايه تحفه. ولسه بقى اما نخلص على ما انت هتعملوا تورته بقى. لا هعمل كل واحده لوحدها على ما يوسف كمان يجيب اللبن علشان احنا عايزين لبن بيها. قال هو جاي من عنده دكتور السنان هيجيبها وهو اصل تحس ان صوتك واطي، تحس والله. ان صوتك بيطير مع الهواء عارف ليه كده. بقى؟ علشان ما فيش صدى صوت. ما انا بقول لك صوتك بيطير مع الهواء. يا عم انا بطير في كل الاحوال. حصل. صوته بيطير، انا بطير، كل الحاجه بتطير. امال ايه؟ امال يوتيوب كله طاير بيا ليه يا عم؟ ده احنا طيران راكبين صاروخ. رايحين القمر. ده احنا رايحين القمر. والله ده احنا صح يا قمر. غلابه بننام وبنقوم نلاقينا احنا اخترعنا الذره يا عم. والله اخترعنا الذره. الله ربنا يعين كل واحد على
حلو بقول ونبقى مهمين كده على طول يا عم. محدش كده. بقول لك ساعات بسمع عن نفسي حاجات ما بعرفهاش. اي والله. مين ده اللي بغني الاغنيه؟ احمد عامر. احمد عامر. عايز احمد عامر ده يا عم يغني لنا حبه اغاني. والله انا كل يوم بصحى وبقول لك مش عارف ايه تاني كده، بسمع عن نفسي حاجات ما ما اعرفهاش. نعرفهاش فعلا يا ابني والله. مش مشكله. الله ينور يا زوزو. ده نص يا بابا. تسلم ايديك. الروتوني الوحدانيه اللي وسطها اتكسر على المغربي وصوت لي ولي. والله امي بتخترع كلام، بتجيب كلام بس بيجي مظبوط. اخترع اختراعات مختلفة. على قد ما بتنظف على قد ما بتهبط. احنا ما عادش فينا حاله. انا كبرت قوي ما عادش نافع. لسه عينه. عينه فين يا عم؟ عينه فين يا سيدي؟ التيشيرت بتاعي مش عارفه لسه بتلبسوه ولا لا. يعني كده. انت كده بالراحه. محدش يكلمني ان انتوا تصحوا. الناموس صعب. الناموس بيلزع. ما هو احنا عامل شكل الكهرباء. عندنا كانوا هم بس مش هيعملوا حاجه. مش ولا هيكسروا. لا السطح. السطح مفتوح. يلا زي الباشا كده يا باشا. بالفتانه بقى وطبق السطح. لان ابوك محرج علينا بدنا نحط في ميه. اما نشوف. لسه اخر دور بقى في الغساله. قلنا نشتغل بقى في الكيكه. تمام. معانا هنا هنعمل كريم شانتيه عشان نعمل ايه بقى؟ علشان نعمل الكيكه اللي بالفانيليا. معايا هنا حبه. يلا هو المفروض يبقى كأنك بتعملي كيكه. سكر ناعم. تمام. كأنك بتعملي تورته. هنا علشان ما عنديش سكر ناعم فانا هحط السكر هنا واحط نوت ايه؟ كوبايه ميه بارد. ايه يا ولد؟ استنى دلوقتي كنت بقول لك كأنك بتعملي كيكه. كانك بتعملي تورته بقى يا حبيبتي. اتلخبطت. مش هنا عادي نتلخبط كلنا. هنا بقى هندوب ايه بقى؟ هندوب السكر في الميه. حط الفيشه يا يوسف. كل مره اقول يا يوسف انت عيل فقر. كل ما تيجي تشتغل معايا الفيشه تكون متشيله. حط الفيشه. حطينا الفيشه كل مره يبقى الفيشه مقفوله. هنا بدوب السكر في الميه علشان خاطر السكر. انت بتضحكني ليه وانا مهطمه؟ عشان ندور. عشان ندور. انت على عقاب انت وبابا. ايه؟ عشان انتوا بتدبسوني. هنا الكريم شانتيه واحط حوالي كوبايه. تمام كده. ميه ساقعه متلجه او لبن متلج بس انا هعمله بميه. دي كريم شانتيه علشان الكيكه اللي هي بالكريم. حبايب قلبي انا عملت ايه؟ انا قلبت الكيكه علشان الوش بتاعها يبقى مظبوط. لما اجي احط عليها الحاجه تبقى مظبوط. وهنا الكيكه اللي بالشوكولاته اهي. طبعا الغامق اللي في الجنب ده يا ولاد دوت شوكولاته خام. حطها في الارضيه بتاعت الصينيه علشان هي ما تلزقش فيها. بس لازم طبعا الخروج ده اشتغلها كده اهو. وهقلبها برضو علشان لما نيجي نزينها تبقى برضو ايه مظبوطه معايا. قلبي مش عارفه الدبان جاي هنا ليه كده. ادي الكريمه بتاعتي وادي كمان الكيكه. طبعا الكيكه بتاعت الشوكولاته يا ولاد دي الكاكاو الخام جاي غامق. يعني غامق عامل اقول ايه بس. وسام جايبهولي استعملوا. شايفين هنعمل منه برضو صوص الشوكولاته دلوقتي منه. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. الكيكه ديت ماما كانت بتعملها لنا في الشتاء. فاكره؟ هنا معايا كوبايه لبن حطيت عليها معلقه سكر. هنسقي بقى ايه؟ هنسقي الكيكه. تمام كده.
هنا طبعا الكيكه بقى ايه دي احنا عاملاها في الصينيه المدوره اهو. هنسقيها برضو بميه ايه؟ لبن. بلبن وسكر. معلش يا جماعه انا حاسه انني بجري ليه ما اعرفش، مع ان انا ما ورايش حاجه بس حاسه انني بجري والله. هنا كده سقيت الكيكه بتاعتنا تمام. راحتك يا ماما. تمام. هنعمل بقى ايه؟ هنخلي دول في جنب، هنخلي دول في جنب. وتعالوا بقى نعمل الصوص بتاع ايه؟ الصوص بتاع الشوكولاته اللي احنا هنحطه فين على الكيكه. معايا هنا زيت، معايا هنا سكر، معايا هنا كاكاو خام. فاكره الحلويات اللي انا كنت عاملها وانت كنت في المنصوره وجيتي وكانت مره؟ ما انت بتقعد تعمل اختراعات كده من ورايا. انا كنت حطيت السكر بس عملت على حسب السكر اللي كان في الفيديو طلع مر. هنا بس انا هنقل الزيت حبايب قلبي في حاجه عشان انا هعير بنفس الكوبايه كل حاجه. معايا هنا كوبايه لبن او كوبايه حليب اهي تمام كده. بسم الله. هنحطها فين؟ هنحطها في الخلاط بتاعنا. وزيها برضو كوبايه من السكر. يا زهيه المعلقه يا محيره نفسك يا زهيه النهارده. المعلقه في الحوض على فكره. نفسك استنى ما نغسلها بقى. هنا هحط بقى ايه سكر نفس الكوبايه برضو اللي معايره بها اللبن. هنعير بها برضو ايه السكر اهو. شايفين كده؟ اهي كفايه قوي عشان يبقى مسكر قوي. انا بحبه مسكر. اهو ماشي معانا اهو السكر تمام. نص كوبايه من الكاكاو بالخيام اهي اهو تمام كده. انا في يوم هبقى اعمل لكم، عارفه العصير اللي احنا كنا شربناه في دمياط؟ هبقى اعمله لكم. ايه رايك؟ يعني هتقعد تخترع لنا؟ اخترع يا عم مع حلويات. بس ما تخلص امتحانات الاول. مش اما اخلص ماشي خلص امتحانات كمان اسبوع. معانا هنا بقى حبايب قلبي. معايا هنا فانيليا كمان اسبوع. انا بفتحها ماليش ضوافر. اهي حط شويه فانيليا ونبدا بقى ايه نضرب ده كله. مش هحط الزيت دلوقتي. والله ريحه الفانيليا حلوه قوي يا ماما. معايا النهارده من الكيس. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا بقى شوفوا بقى ايه الصوص بتاع الشوكولاته. تعالوا بص كده يا يوسف اهو. تسلم ايدك. الله يسلمك. صوص الشوكولاته حاجه شغل فاخر من الاخر. من الاخر. جالك تحديث ولا ايه؟ انا جالي تحديث برضه وحدثت التليفون. حدثونا في التليفونات طول السنين. حدثت اول امبارح. انا ليا بركه الا انت يا يوسف. حبيبتي يا ماما. لازم اعمل لك اللي انت عايزه يا حبيبي. حبيبتي. شايفين الصوص بقى يا ولاد؟ لما بتحطوه بقى في الثلاجه بيجمد اكتر من كده كمان. طبعا الكاكاو ده اسباني غامق غالي 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 بس ما يغلاش على يوسف طبعا. حبيبتي يا ماما. والمره الجايه بقى نجيب من فرنسا. من فرنسا؟ لا ده اسباني من الدكان. نلم كل اللي في الشفشه. طبعا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين عندنا هنا الكيكه الثانيه اهي. كيكه شوكولاته اهو. دي الكريمه اهي مظبطه التظابيط خالص اهو. بس تحس ان هي تقيله شويه يوسف بس ما يجراش حاجه. حلو. هتبقى وادي يوسف اشطر شيف في العالم كله. واللي متغاظ مننا يعمل زينا. اكبر شيفات العالم كلها رجاله. وانا هفضل اشجعك يا وادي يوسف وهعمل لك الحلو كله. خرشي انت وادي يا يوسف. كفايه وادي يوسف كده. انت راجل مش قايد على حد يا وادي يا يوسف. ما بتخليش امك تخدمك. بتقوم تشوف كل حاجه. معلماكوا رجاله تعتمدوا على نفسكم يا خراشي. انت تؤمر يا يوسف. انا ما كنتش هعمل لك قناه بس بالعين ده هعمل لك قناه واشجعك وتعمل احلى الوصفات واحلى الاكلات بالعند فيهم. نخبز ونوريهم بالعند فيهم. نطبخ ونوريهم
مخلفه رجاله تعتمد على نفسها، شاطره، مش نايمين في الفرشه بقلايط، مش عارفين يعملوا فرشتهم ولا ينظفوا. الناس اللي زعلانه يا جماعه الخير ان حد بيساعد امه سواء ولد او راجل بيساعد مراته، ده الرسول عليه الصلاه والسلام قدوتنا. وكون ان جوزك او ولادك ما بيساعدوكيش، دول مش شغالينك خدامه عندهم. الحياه مشاركه، الحياه مشاركه، لازم انت وجوزك وولادك الاجانب نفسها اللي احنا بناخدهم قدوه في ايه؟ في اللبس المحزق والملزق وسايبان الشعر، ما بناخدهمش قدوه مع انهم هم مش مسلمين، بس ما بناخدهمش قدوه في التعامل، في التعاون. احنا بس جدعان. الراجل يبقى راجل ازاي؟ لما يدخل على ست يضربها بالشبشب على بقها، يضربها وهي خلاها تخدمه. احنا نعرف الراجل يبقى راجل ازاي؟ زي السيد يخش كده ينكتك بالعلقه، لان انتوا ما خدتوش على ان في راجل بيحترم مراته وولاد بتحترم امهم وايدهم بايديهم وبيساعدوهم. من المفروض الحاجات دي تبقى قدوه ان احنا ننشرها للناس، مش نظام السيد يضرب بالشبشب وهي ست مرات السيد الخدامه والشغاله اللي عنده. لا يا حبايب قلبي. ففي واحده بتقول له وادي يا يوسف، جالي مقطع كده بتقول له ايه؟ افتح يا وادي يا يوسف قناه هيبقى هو وانتي، ما انت كفايه انت مغطيه على المنطقه، هيبقى اتنين رقاصين على الساحه. يا شيخه عيب، هو شايفك قايمه بالدور وبالواجب وقايمه بالدور باللازم. احنا ما عندناش حد، احنا عندنا رجاله جدعه شاطره. هيفتح قناه نت تدي ليه؟ كفايه انت قايمه بالدور، هتبقى انت وهو. نسيبه بقى احنا بقى لما انت تبقي تخلصي المهمه بتاعتك. نبقى نسيبه احنا بقى، نسيب قناه التت اللي انت عايزه يوسف يفتحها دي، قال لما انت بقى تقدمي استقالتك من على اليوتيوب خالص. هتبقى انت وهو يعني ماسكه سجات وبدله الرقص وشغاله في التت انت والنطع اللي جنبك، وهنستنى. لا يوسف سايب لك الساحه دي يا حبيبه قلبي. نورتوني يا ولاد، نورتوني، وخليكم متكاتين ومتغاظين ان جوزي وولادي بيساعدوني. الرسول عليه الصلاه والسلام قدوتنا، القدوه بتاعتنا كان بيخدم اهل بيته. بس احنا النسوان عندنا ببقى نفسي فيه وبقول اخي، ببقى نفسي حد يخدمني واطلع اتريق على واحده جوزها بيساعدها او ولادها بيساعدوها. بس هو ايه هنقول ايه؟ اقرع ونزل. صح يا يوسف؟ هقول لك اللي انت عايزه وتبقى شيف زي الشيف علاء الشربيني. احلى الشيفات في العالم كلها والايه؟ رجاله. وانا ليا الشرف ان انت يكون لك قناه بس ما تخلص الامتحانات بتاعتك، وخلي القناه الصغيره اسبوع القناه الصغيره بتاعتك يا قلب امك يا رب تفضل حارقهم وكيدهم كده انت واخواتك يا ولد يا رب دايما. كيد العزال انا من يومي يا حلوه يا ام التسريحه وانت ريحتك جايفه وبريحه. نفتح له قناه التت ده حبيبه قلبي، انت قايمه بالدور، مش مكفيه المنطقه كلها ومكفيه اليوتيوب والطبال معاه. يلا يوسف هنا زي ما انتم شايفين حطيت الكريمه حبايب قلبي. معايا هنا صوص ايه بقى؟ صوص الكراميل. تمام. اتعلم يا يوسف ماشي عشان ساعه كده يا قلبي تتعلمها تعملها فين؟ في القناه اللي هتشتغل عليها يا قلبي. طول ما انت بتحلم بحاجه هفضل وراك لحد ما خليك تحقق حلمك. عمر الشيف ما كان عيب، وعمر ما كنت انت بتساعد امك عيب ولا تقل منك. ده انا ادعي لك ان ربنا ينجحك ويوفقك ويرزقك ويهديك وتبقى بر بامك وابوك العمر كله. ما تبقاش ولد عاق ولا تسافر ولا قليل الادب. هتلاقي اصلا ولادها بيضربوها. ولا تسافر ولا عاق ولا قليل الادب. بتمنى ان انت يا قلب امك تحقق كل اللي بتتمناه، واي حد فيكم انت واخواتك هفضل معاكم لحد ما تحققوا اللي انتوا بتتمنوه. انا ليا بركه انتوا، انا عايشه عشانكم حبايبي. بنطلع على اليوتيوب يا قلب ماما بنشتغل محتوى، ما بناكلش في حد ولا بنعملش في حد. هنا شايفين يا ولاد صوص الكراميل. هتحط عليها شوكولاته ولا صوص كراميل بس؟ استنى نحط عليها صوص كراميل نغطيها خالص وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. لا يبقى دي تسيبها بالكراميل احسن عشان ما تحطيش عليها شوكولاته تبقى عامله كذا طعم. القناه التت ايه هتبقى انت وهو ما كفاياك انت على اليوتيوب يا اختي. مفيش هنا خلة سنان يا يوسف؟ لو في شوكه مثلا نعمل بيها. مش هتنفع مرة. شوكه نقوم جاي عاملينها كده اهوت. على فكره هتعمل شكل حلو. شوكه يا شوكه. شايفين هعملها ازاي يا يوسف؟ ما هي كده على فكره كده يا عم. كده حلوه دي.
عارفه الوصفه اللي انا كنت عاملها مع المكرونه الاسباجيتي بتاعت الاجنحه؟ هبقى اعملها. اعملها يا حبيبي، هسيبك تعمل كل حاجه في وهعمل البتاع اللي انا كنت قايل لك عليه، بتاع اللي احنا شربناه في دمياط الجديده، هعمله. اللي نفسك فيه اعمله يا قلبي. ماشي. بيتنا وقناتنا واحنا حرين فيها، محدش له عندنا حاجه، نشتغل براحتنا، نعمل براحتنا، نقفل قناتنا براحتنا، محدش له حاجه عندنا، واللي له حاجه عندنا يتفضل يجي ياخدها. صح؟ عارفه تحسش زي ايه؟ شكل ايه؟ القشطوزه. ما هي شكلها يا واد يوسف. عندنا بقى ايه؟ عاوزين بقى ايه؟ حاجه كيس ولا حاجه ولا قمع نزين الكريم. ما هو مفيش قمع، يبقى بكيسه مثلا. طب هنجيب كيس منين؟ ننزل بقى هات لي كيس زي الشاطر كده. خلاص ما تعملهاش. لا روح هات لي يلا كيس تعالى. حبايب قلب زي ما انتم شايفين، حبيت ارض الطرفين وارض الفريقين، كيكه بالشوكولاته وكيكه بالكريمه. ويا رب الفيديو النهارده يعجبكم. طبعا صوص الكريمه كان عندي، صوص الكراميل كان عندي، الكريم شانتيه طبعا عملته معاكم، والكيكه عملتها معاكم. اسهل حاجه كريمه كيكه الدقيق الاسبونج، ما يعني ولا زيت بقى ولا سكر ولا حاجه. بتحط نص كيلو دقيق على 5 بيضات على نص معلقه اللي هي محسن جل، وحطيت كمان شويه بيكنج باودر من عندنا، ونص كوبايه ميه وفانيليا، وضربتها كلها في الخلاط زي ما انتم شايفين. لما جينا نزينها عشان تبقى مظبوطه معاكم، قلبتها خليت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، علشان طبعا الارضيه بتاعت الكيكه تبقى متساويه وتعرفي تزينها زي ما انت شايفه. تمام. طبعا دي لازم تتحط في التلاجة شويه علشان لما تيجي تقطعها هي والكيكه بتاعت الشوكولاته تبقى ماسكه نفسها شويه. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم ونرضاكم. عملنا روتين كده سريع على السطح، والفيديو بتاع السطح ده بيبقى حلو جدا جدا، وبتبقى روحه حلوه وبيبقى خفيف، وبحس ان انا ما بحسش بتعب فيه والله. هو بس موضوع الغسيل كان تعب، لان الغسيل كانت كميه كبيره. احنا في الصيف، ربنا يخلي ولادنا ويخلي ولادكم يا رب، ويقلعوا ويلبسوا ويغيروا، واخدمهم بنور عينيا وحطهم جوه في القلب والنم، وربنا يخلي لكم ولادكم، ويا رب يكرمكم ويعزكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وسلام عليكم.